من قلب المعركة الأخ أبو جعفر الحمصيلي يتحدث عن آخر المجريات وفيما يخص موضوع القصير. السلام عليكم أخي أبو جعفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني حقيقة الأمر حتى الآن الاشتباكات ما تزال جارية على بعض الجبهات في مدينة القصير، وحتى على بعض عدة محاور يوجد اقتحام، وتمت السيطرة على أجزاء قليلة جدا من داخل مدينة القصير، لكن هذا لا يعني أنها سقطت مدينة القصير بالكامل أو تم السيطرة عليها بالكامل. ما تزال الرجال أبطال الجيش السوري الحر مرابطين على الجبهات في صد هجوم أيضا آخر لعناصر حزب الله اللبناني، وبالتالي أيضا طائرات الميج تقصف بكل عنف على مدينة القصير. أكثر من 32 غارة حتى الآن على مدينة القصير أدت إلى تدمير عدة منازل. لكن يعني حقيقة الأمر عندما يبث التلفزيون السوري الرسمي التابع لعصابة بشار الأسد أنه سيطر على مدينة القصير، يجب عليه فتح الصوت في مداخلاته أو حتى في تصويره في داخل مدينة القصير ليرى العالم كيف هذا القصف الهمجي والوحشي الذي يتم قصف مدينة القصير وحتى اقتحامها. لدينا 42 ألف مدني في داخل مدينة القصير. هل جميع المدنيين يسكنون في 4 بيوت تم تصويرهم على قناة السماء أو قناة الدنيا التابعة لعصابة بشار الأسد وعلى أنها تمت السيطرة على مدينة القصير بالكامل؟ نعم، ما تزال الأمور جارية، هنالك عمليات ومعارك كر وفر من كلا الطرفين، لكن حقيقة الأمر يتغلب علينا أن نذكر أن نقول أن مدينة القصير اليوم فيها 4 دول تحارب وتصارع وتقتحم مدينة القصير مقابل الجيش السوري الحر الوحيد الذي هو بمواجهتهم. أي أننا نحسب بهذه الأمور حزب الله اللبناني وروسيا وإيران وأيضا نظام عصابة بشار الأسد. هنالك بعض من جيوش المهدي، هنالك بعض من كوريا الشمالية، هناك الحوثيين أيضا أتوا من اليمن لمساندة هذا المجرم بشار الأسد. ولكن ما تزال الأمور حتى الآن غامضة في مدينة القصير، في بعض الجبهات الجنوبية، في بعض الجبهات عند منطقة الحيدرية وحتى في بساتين القصير. هنالك أيضا هجوم من قبل عناصر حزب الله اللبناني أدت إلى مقتل ما يقارب 13 منهم وتدمير 4 دبابات BMP و62 في مشارف مدينة القصير. هذا يعني أن هنالك المعارك ما تزال جارية والاشتباكات حتى الآن مستمرة. نعم. طبعا أيضا أود أن أقول أن هنالك محاولة لاقتحام الريف الشمالي من مدينة حمص في منطقة الدار الكبيرة، في منطقة الخالدية وحتى منطقة الدوير التي هي تحت سيطرة الجيش السوري الحر. هنالك أيضا طلب نداء عاجل وخاص إلى كل الكتائب التوجه إلى الريف الشمالي ومساندتهم ومؤازرة الريف الشمالي من مدينة حمص، لأن كتائب بشار الأسد تقصف بكل عنف، وأيضا هنالك أرتال عسكرية وتجهيزات عسكرية وصلت إلى جسر الخالدية القريب من منطقة الدار الكبيرة. نعم أخي أبو جعفر. نعم أكمل. لدينا ضابط، يعني لدينا ضابط من أرض المعركة في الريف الشمالي وحتى في كل المناطق الموجودين في جبهات مدينة حمص يوجه نداء عن طريق سوريا الشعب. تفضل. نعم. السلام عليكم أخي الكريم على قناة الجيش الحر. نعم. نوجه نداء إلى كل المقاتلين في الريف الشمالي لمحاولة اقتحام الجيش من جبهة الخالدية. نوجه نداء إلى كل المقاتلين في الريف الشمالي، لأن الجيش يحاول محاولة اقتحام مع هو وحزب الله. نعم. سيدي القائد الميداني، الآن أنتم في وضع صعب جدا طبعا، والمعارك شرسة مع احتدام كل هذه الضربات عليكم. منذ قليل كنا نسمع أصوات القصف بالطيران الحربي، ومعركة القصير استمرت لقرابة 30 يوم، مع العلم أن عدد عصابات الطاغية وعصابات حزب الشيطان كانت أكثر أضعاف منكم بالعشرات، وأعدادنا كانت قليلة جدا، أنهم يفوقونهم 60,000 أو 100,000 تقريبا، ومع ذلك المقاومة ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، والبعض يتبجح بأن قد خسرنا القصير مثلا. أخي الكريم، نحن صامدون بعون الله تعالى، صامدون في محاولة اقتحامهم، لكن جبهاتنا كثيرة بجهة الريف الشمالي، جبهات كثيرة علينا. وعندنا جبهة دار كبير من جهة الهجاني، من جهة الكلية الحربية، من جهة فرقة 26، بجهة جبورين، عندنا من الكم. يعني في عندنا لا يقل عن 30 جبهة 40 جبهة حاليا في الريف الشمالي، ونحن ننفي أي دخول حتى للقصير. يعني نحن تواصلنا مع الشباب بالقصير، لكن إني أخذوا 2 أو 3 بيوت من أول القصير. يعني هذا لا يعني أنه أخذوا القصير كامل. نعم. إذا هنا الدور على بعض الذين خانوا في هذه المعركة مثلا وانسحبوا ولم يقدموا المؤازرات، وهناك أمور كثيرة طبعا ذكرها لنا الأخوة في داخل القصير من النشطاء، وهناك خيانات عديدة سيكشفونها من المجلس
الوطني ومن الائتلاف. يعني ما هو هذا السر؟ يعني هل لديكم معلومات أن هناك نعم لا يوجد أي انسحابات، ولكن عندنا نقص الذخيرة ونقص المضاد الطيران ونقص مضاد الدبابي هو اللي عم يأثر علينا حاليا، يعني إن كان بالقصير وإن كان بالريف الشمالي وإن كان بأي جبهة. يعني نحن عندنا العتاد اللي موجود ضمن الإمكانيات اللي عم نشتغل فيه. نعم. فهو هذا السبب بس. نعم. هنا ماذا توجهون للقيادات العسكرية المسؤولة عن هذه العملية؟ نحن نطلب من القيادات العسكرية اللي بالخارج بأي سلاح ثقيل، بدنا نحن سلاح ثقيل، قيادة الأركان. نحن نوجه نداء إلى سيادة اللواء سليم إدريس قائد هيئة الأركان، نطلب السلاح الثقيل النوعي. نحن نطلب السلاح النوعي لمضاد الطيران ومضاد الدبابي. نعم. يعني عندنا أخي الكريم 5 طيارات 21 ميج 21 يعني عم يتجولوا فوق حمص والريف حمص الجنوبي والشمالي حتى. نعم. إذا لا وجود هناك للأسلحة الثقيلة في حوزة الجيش الحر سوى الأسلحة الخفيفة، مع ذلك المقاومة نجدها كبيرة جدا وشرسة. والآن الأخ أبو جعفر تحدث لنا عن تدمير عدد كبير من الآليات، كل ذلك بالسلاح الثقيل. أخي نحن يعني الدبابات اللي عم ندمرها عن طريق الألغام أو عن طريق الشيء اللي نحن عم نصنعه، أما شيء عم يجينا من برا ما في شيء. يعني نحن من فضل الله إنه نحن عم نصنع هون حاليا، يعني عم نصنع وعم نحاول رد الطاغية هذا. نعم. هم يرفضون تسليح الجيش السوري الحر بنظر أنه سيصل إلى جماعات متطرفة بحسب زعمهم، ولا يريدون تسليح الجيش الحر. هنا أقصد الغرب، يعني لم يتم تسليح الجيش الحر حتى الآن ولا يودون تسليحه، وأطالوا في اجتماع جنيف ومددوا المدة الآن حتى يقوموا بإسقاط القصير لا سمح الله. الهدف منه إسقاط لا سمح الله، لا قدر الله أخي الكريم. يعني القصير إن شاء الله لن تسقط، وفينا واحد عايش من فضل الله وكرمه. نحن منوجه بس هلأ نداء للغرب وللشرق، يعني مين من كان، إنه أخي نحن لا لنا متطرفين ولا لنا متشددين، ونحن من يعني أمورنا بخير الحمد لله رب العالمين. نحن بنحب البعيد والقريب، نحن ما بنكره حد. نعم. إذن ولكن هذا النظام لماذا لم تتم المساندة؟ صار يقتل الأطفال والنساء، فمن هذا الباب بس. ونحن عبرنا عن حريتنا، احنا بدنا حريتنا وبس. نعم طبعا أكيد. هم يقولون أننا نتخوف من الإسلاميين، يعني هنا نحن نستغرب ونستعجب، إذ أن الشعب السوري هو في الأساس النسبة الكبيرة قرابة 90% هو إسلامي، وهم يرفضون أن يمدوكم سواء بالمؤازرة الطبية أو المؤازرة العسكرية. وهناك طلبات خاصة من الخارج بعدم توجه أبطال الجيش الحر إلى المؤازرة لكم. هذه معلومات سنكشفها بإذن الله تعالى اليوم أو غدا. جزاكم الله عنا كل خير أخي الكريم ولقناتكم الكريمة. نعم. هنا أنتم بدوركم ماذا تردون؟ نعم. شكرا جزيلا لك أخي أبو جعفر الحمصي على استضافتك للقيادة العسكرية المسؤولة عن الجبهة في حمص، وأيضا شكرا لك لذكرك لآخر التفاصيل. أبو جعفر من حمص كنت معنا.